السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا. انا جايه لكم النهارده فيديو بجد بعديه انسي الحيره في فطارك في عشاكي. لو طالعه مصيف، لو رايحه النادي، لو اولادك بيذاكروا، هتعملي لهم حاجه جميله جدا جدا مع كوبايه الشاي بتاعتهم او مع كوبايه الشاي بالحليب. حبه فطاير بالجبنه مع الزيتون، بجد تحفه. هنشوف ازاي تكون بالطراوه دي وبالجمال ده، وكمان طعمها بجد روعة، هيعجب أولادك. هنشوف طريقة التسوية وهنشوف الخطوات من أول ما نبتدي العجين لغاية ما نسويها في الفيديو. تابعوني، ياريت اشتراك، ياريت كومنت محفز، قولوا رأيكم في الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي، معايا 3/4 كيلو أو كيلو إلا ربع من الدقيق المنخول. مهم جدا يكون منخول. هننزل عليه برشة من الملح، وكمان معلقة حلوة كده مليانة من السكر. وهننزل عليه كمان باكو من الخميرة الفورية، أو بما يعادل معلقة برضو حلوة مليانة كده من الخميرة الفورية بتاعتي. وهنزل بمعلقة مسح من البيكنج باودر. ودي كل المكونات الجافة بتاعتي، هقلبها زي ما انتوا شايفين. وهنزل بقى، بصوا خطوة مهمة وسر الطراوة بتاعتي، هنزل ب150 جرام من الزبادي. العلبة دي 100 جرام، هنزل بنص علبة كمان. معنى كده ان كل نص كيلو 100 جرام، ده كيلو الا ربع. نزلت ب150 جرام من الزبادي، نص كوباية من المادة الدهنية. انا مستخدمة هنا سمنة بقري، تقدري تستخدمي اي نوع سمنة، بس لازم يكون طعمها حلو مستساغ علشان هيأثر في طعم الفطاير بتاعتك. هقلب المكونات دي كويس. وانا بقلب في العجين كانت الريحة فعلا تحفة. قلبت المكونات اهو زي ما انتوا شايفين. وهنزل في الاول بكوباية من الحليب. الكوباية ديت 200 ملي. وهقلبها او هعجنها زي ما انتوا شايفين. الكوباية التانية مش هنزل بيها كلها، هنزل بيها حبة حبة حسب نوع الدقيق بتاعك. انا هنا استخدمت كوباية ونص من الحليب. ممكن تبقى كوباية وربع، ممكن اكتر ممكن اقل، زي ما قلتلك حسب نوع الدقيق بتاعك. وهبدأ بقى اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا. لازم تاخد حقها في العجن بتاعك. هفضل اعجنها لغاية ما تلف في ايدي وتلم كل اللي في الطبق دوت، ويبقى الطبق معاكي نضيف. هلم اهوت بحبة زيت بس هحطهم في ايدي، وابدأ الم العجينة بتاعتي. هفضل اعجن فيها لغاية ما تلم معايا كويس جدا. الخطوات يا حبايبي دي مهمة علشان تدي الطراوة في الفطاير بتاعتي. وهوريكم حالا قوام العجينة. هو ده القوام بتاعها اللي انا عاوزاه. قوامها حلو قوي كده. هبدأ ان انا امسح على وشها بس بشوية زيت، علشان وشها بس ما يكونش طبقة على اما تخمر. هسيبها تخمر، هغطيها وهسيبها تخمر. برضك حلو، مهم جدا ان انت تسيبيها تاخد كفايتها في الخمر بتاعها. خمرت العجينة بتاعتي، هشيلها اهو وابدأ اشكلها معاكم. انا هقطعها على شكل كور صغيرة. حجم الكرة حوالي حجم كورة البينج بونج او حجم البيضة اللي هي كبيرة شوية. شايفين حجمها معايا كده حلو قوي.
هشكل الكمية كلها، شكلتهم اهو، وهبدأ اخد اول كرة انا عملتها، وهفضل اخد بالترتيب كده عشان تكون الكرة اللي خدتها تكون استريحت بعد التشكيل. هبططها بالصورة اللي انتوا شايفينها كده، بجد تحفة. بس يا ريت تدعموني بكومنت ولايك وشير علشان انشر الفيديو دوت. شايفين يا حبايبي انا بططتها ازاي؟ هنزل بقى بالحشوة بتاعتي. على فكرة انت ممكن تحشيها بالعصاج بتاع اللحمة المفرومة، ممكن تحشيها بشاورمة فراخ، ممكن تحشيها بتشكيلة جبن زي ما انت عاوزة. انا هنا حاطة جبنة اسطنبولي مع الزيتون، دي مع كوباية الشاي او كوباية شاي بالحليب بتبقى تحفة. هبدأ ان انا الفها وهقفلها قفلة صغيرة كده من الاطراف، وهحاول اضغط على الناحية المفتوحة عشان تتلحم، والناحية المفتوحة دي هي اللي هتبقى في ارضية الصينية. اخلي الناحية السليمة لفوق والناحية المفتوحة في ارضية الصينية بتاعتي. ادهن الصينية بمادة دهنية، بس تكون برضو المادة الدهنية اللي انتي استعملتيها. هعمل واحدة تانية معاكي اهي، بططها اهو بالسمك اللي انتوا كنتوا لسه شايفينه. وهنزل بالجبنة بتاعتي والزيتون زي ما قلت لكم، انا حشياها جبنة اسطنبولي. وهبدأ الفها وهضغط عليها من الاطراف وعلى الناحية المفتوحة، والناحية المفتوحة زي ما قلت لكم برضو في ارضية الصينية. هعمل الكمية كلها وارجع لكم. عملت الكمية كلها، خدت صينيتين. هسوي الاول الصينية الاولانية، هدهنها على الوش بالحليب. هوزع الحليب على وش الصينية. على فكرة الفرن دلوقتي انا مشغلاه لاني لازم يكون الفرن سخن وعلى درجة حرارة 200. هرش على الوش كده بالسمسم زي طريقة التسوية مهمة جدا. الفرن سخن وعلى درجة حرارة 200 وعلى الرف الوسطاني. بتاخد حوالي تلت ساعة او اقل حسب الفرن بتاعك. وبمجرد ما الارضية تستوي او تبقى لونها فاتح، استوت اهي، هروح طافية على طول واروح مشغلة الشواية بتاعتي وهوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن. حبايبي اهي، طعمها بجد تحفة، طعمها تحفة. الريحة تخبل. شايفين يا حبايبي القوام بتاعها؟ شايفين هشة وطرية وجميلة. وشفنا مع بعض الخطوات بالتفصيل، وقلت لكم ازاي تكون بالجمال ده من اول بداية العجن لغاية طريقة التسوية، وازاي تطلع معاكي حلوة جدا جدا. زي ما قلت لك، انسي حيرة الفطار والعشاء، في المصايف في الرحلات جميلة. اشوفكم على خير يا حبايبي في الفيديو الجاي. سلام عليكم.